السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده قبل ما ابدا اي حاجة ريان بس عايز اقول لكم على كلمتين بس. يلا اتفضل. بس كده؟ بيقول لكم ازيكم عاملين ايه؟ تابعونا على قناة عائلة وليد واحمد. تمام؟ انا دلوقتي يا جماعة عامل ايه؟ بقول لكم اعملوا لايكات على عائلة وليد واحمد. ماشي، يلا اقول لهم باي باي. بصوا بقى، استنى ريان. انا دلوقتي يا جماعه عامل مقلب في ريان. احنا خارجين احنا خارجين دلوقتي معزومين على الفطار، وهي دلوقتي بتغير. فانا اول ما هي هتيجي انا هقول لها ان ريحتك وحشه وكده، ومش هينفع ان احنا نمشي بالريحه دي. تابعونا كده عشان نشوف الموضوع الريحه الوحشه على ام ريان. يلا ريان. خلصت يا ام ريان؟ نامت ولا ايه؟ خلصت يا ام ريان؟ ايوه شوف امك لو يكون حصل لها حاجه. ايوه. لا ده انا بقى لابسه حته طقم النهارده في العزومه دي، مش ممكن. خلاص ماشي، هكلمك يلا عشان احنا نازلين. يلا مع السلامه مع السلامه. وريان فرحانه بطعم اللبسه. ايه؟ يلا يلا. ايه ده؟ هتنزلي كده؟ يعني ايه هتنزلي كده؟ ده مفيش حاجه، مفيش غير دول؟ واسع. ده مفيش شيء. غير دول يعني كل ما نخرج؟ يعني ايه كل ما نخرج؟ كل ما نخرج تلبسي دول؟ انت عايز ايه يعني؟ مش عاجبك؟ ده طقم جميل جدا على فكره، انا بحبه. انا بحب الطقم ده. كل مره مفيش غير الطقم ده. يا بنتي لا. بعدين ايه الريحه دي؟ ريحه ايه؟ في ريحه وحشه. ده ريحه برفان، انا حاطه برفان. برفان ايه بس؟ اوعى كده يا احمد، انت بتشم ايه كده؟ مالك في ايه؟ في ريحه وحشه بقول لك. احمد صلى على النبي كده، يلا صلى على النبي، يلا عشان ننزل هنتاخر على هننزل الفطار. فين؟ همشي كده معاكي ونروح نقعد جنب الناس وانت ريحتك وحشه. على فكره عيب لما تقول لي ريحتك وحشه على فكره. على فكره اصلا الريحه باينه، انت يعني انت مش واخده بالك؟ على فكره عيب لما تقول لي ريحه وحشه. لا اله الا الله. انا من امتى يعني ريحه وحشه؟ يا بنتي كل يعني صلي على النبي، انت لما تقولي لي على حاجه فيا وانا مش واخد بالي منها مش هزعل منك. هو انت بتشم ايه زي بابا كده؟ يا ريان ثانيه واحده. انت دلوقتي لما تقولي لي على حاجه وانا مش على فكره ما بحبش الاسلوب دوت. انا ما تقوليش ريحتك وحشه. يعني تمشي معايا في الشارع ويبقى ريحتك معفنه خلاص ما تنزلش وتقعدي مع الناس. لا عادي اروح انا عادي لو انت مش عايز. الناس هيتكلموا عليكي بس من ورا ظهرك. على فكره عيب لما تقول لي كده. انا جوزك بقول لك الحاجات دي في وشك. ايه ريحتك وحشه؟ ما تقوليش ريحتك وحشه دي يا بنتي. عيب يا احمد، ما تعملش الحركات دي. طب ارجعي ورا كده وانت بتكلميني. ايه ارجعي ورا دي؟ عيب بجد، ما تعملش كده. ريحتك ايه ريحتك وحشه دي؟ عيب على فكره، انا ممكن ازعل واتقمص. والله ريحتك وحشه. انت عيب على فكره. هو ايه اللي عيب؟ عيب. طب اقول لك في واحد يقول لمراته كده يلا عشان ننزل. يلا هقول لك يلا بس انا مش نازل دلوقتي. امال ايه يعني؟ ايه مش نازل دلوقتي؟ غيرت رايي. ريحتك معفنه. انت بتضحك؟ انت بجد بتضحك؟ يعني بجد يعني انت بتضحك وبتهزر؟ على فكره انا مش شايفه ان في حاجه بتضحك. وربنا ريحتك وحشه. ايه ده؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هقول لك كلمتين، هتفهميهم ولا مش هتفهميهم؟ انا مش عايزه اسمع منك حاجه. لا لازم تسمعيهم. احنا دلوقتي لسه في بيتنا. فما فيش حاجه لو دخلت غيرت اللبس. لا مش هغير. عندك بيت بقى، انا مش هغير. اولا اللبس وحش. ثانيا ريحتك وحشه. ايه لبس وحش وايه ريحتك وحشه دي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا جوزك، انا ستر وغطى عليكي. بجد والله؟ الناس مش هتقول كده. بجد؟ الناس هتقول لك اف دي ريحتها وحشه. ماليش دعوه بقى، يقولوا عليا ولا يقولوا عليا؟ واللي هيقعد جنبك مش هيقول في وشك، هيقول من وراه. هيقولوا عليا ولا هيقولوا عليا؟ ريحتها قاعده مع ريحتها معفنه. هيقولوا عليا ولا عليك؟ يلا اوعى بس كده، اوعى يلا. طب ما ده في وشي. شوف انت بتقولي في وشي. خلاص مش نازل. يلا بس عشان ننزل. مش هنزل. يلا وانا مش هننزل. يلا بصي. ايه اللي بتعمله ده يا احمد؟ اوعى يا احمد. طب ايه اللي بتعمله ده؟ اوعى كده. ايه ده؟ والله ريحتك وحشه. كلميني وابعدي كده. اوعى يا احمد، بلا ابعدي. يلا يا احمد اتاخرنا، فاضل ربع ساعه. هنا طيب. احمد المغرب هيأذن، الناس مستنيين على الفطار. الناس انا بريحتك المعفنه دي. مش رايح. انت بتقول لي ريحتك معفنه تاني؟ انت بتقول لي كده يعني؟ ايوه ريحتك وحشه. ايه ريحتك وحشه دي؟ ريحتك وحشه. احنا هنهزر ولا ايه؟ شمي نفسك كده. ايه شمي نفسك دي؟ لا انت ما تكلمنيش بالاسلوب ده. ما تزعليش اللي انا بقول لك كده. لو انت قلت لي لبسك وحش وخش غيرها اخش واسمع كلامك. اصلا ريحتك وحشه. انا؟ ما انت بهدت عليا.
والله انت يعني جايه من كل جوه، حاجه برضو ان انا اللي انت وحشه. جايه من جوه ريحتك وحشه. طب اسكت. بصي شمي الطرحه ولا شمي هات يلا ولا انزل انا؟ بتاع التمر اللي انت لابساه ده. انزل انا ولا هتنزل معايا؟ بس روحي شوفي غيري هدومك لا مش كده هغير. واعدلي من الريحه. لا مش هغير وما تقوليش كده يا ابني. ابنك ايه بس؟ ده انا جوزك. جوزك؟ في واحد يقول لمراته كده؟ جوزك ايه اللي يقول لمراته ريحتك وحشه وهدومك يعني وحشه؟ جوزك يخليكي تمشي بريحتك وحشه؟ خلاص بقول لك ايه، يلا مع السلامه، انزل انت. مش نازل انا. خلاص مش وانا قاعده. انا مش هروح. خلاص خليك قاعد براحتك ما تروحش. ريحتك وحشه وهدومك وحشه. ام ريان زعلانه؟ ما تتكلمش معايا تاني. زعلانه؟ ما تتكلمش معايا تاني وما تقولش نروح اي مشوار في اي حته. اجيب لك برفان؟ ليه وانا ريحتي وحشه؟ ايوه والله؟ على فكره عيب كلامك قلت لك دوت. كذا مره ان ما ريحتك وحشه. تتكلمش معايا تاني. طب ما تتكلمش معايا عشان كلامك بيعصبني. قلت لك كذا مره ان ريحتك وحشه. مستفز قوي الصراحه. طب اقول لك على حاجه؟ مستفز. لا ما تقوليش، مش عايزه اسمع الساعة كام كلام. دلوقتي؟ ماليش فيه. دماغك في دماغ الدنيا. مع الف سلامه. طب يلا بينا عشان نلحق. تلحق ايه؟ ليه وانا همشي معاك؟ ايوه والله العظيم ما نازله. والله؟ بحلف. وانا والله ما نازل، لو ما نزلتيش مش هنزل. والله ما نازله. لا مش هينفع، مش هروح عند الناس لوحدي. على فكره انا بهزر معاك. دمك سمك. بهزر معاك. بجد بجد يعني. طب دمك بهزر غير معاك. مقبول. طب بهزر معاك. طب ما تهزرش. بهزر معاك. ايه بهزر مش معاك؟ وحشة ولا حاجه. بجد والله؟ كنت عامل مقلب فيكي وكنت قايل لهم في الكاميرا. بجد؟ بس الكاميرا هناك اهي. اه ما انا عارفه ان الكاميرا هناك اهي. شكرا. طيب ماشي. طب ما تهزرش بقى. في واحد يقول لمراته قدام الناس كده ريحتك وحشه، بدل ما تقول مش عارفه ايه وتكلمني حلو، وانا مفكره بقى ان انت بقى بتقدم فيديو وان احنا رايحين عند قرايبنا والكلام ده كله. انا قلت لهم في الاول على فكره. طب خلاص عشان بجد زهقت. طب يلا طب عشان نلحق. بجد. خلاص انا قلت لك بقى اعمل فيكي مقلب. قلت كده؟ ما تهزرش معايا، ما تهزرش معايا تاني، ماشي؟ ما تهزرش معايا تاني، اوعى كده. بس كده ارتحتي؟ اه. صالحتيني كده يعني؟ مش نازله اصلا، اعتذر بقى عن العزومه. ما تنزليش. ماشي. يا جماعه انا عملت المقلب في ام ريان. ما اصل ده الجزء الثاني، ما هو ايه القديم بقى يا جماعه. ادخلوا على الجزء الاولاني عشان تشوفوا انا كنت عامله فيه ايه، فهو حاول يردهولي بس فعلا ردهولي صح. اسمعوا كلام يا جماعه، شوفوا الجزء الاولاني. ماشي. واحنا خلصنا. احنا يا جماعه دلوقتي خلصنا ده الجزء الثاني. هي كانت عامله فيا المره اللي فاتت الجزء الاولاني، وهنسيب لكم اللينك بتاع الجزء الاولاني في الوصف. بجد اه فاكر بقى عشان تشوفوا لما كان هو بقى اللي ريحته وحشه. احنا خلصنا الفيديو وزي ما قلنا لكم هنسيب لكم اللينك في الوصف بتاع الجزء الاولاني وده الجزء الثاني. يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك، تابعونا وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.